في ظاهرة غير صحية لأول مرة بنشوفها في تاريخ كرة القدم المصرية، وجود عدد كبير جدا من لاعبي كرة القدم أمام المحاكم الجنائية في قضايا بعيدة كل البعد عن كرة القدم. وبتتكلم بقى هنا على علي غزال نجم المنتخب المصري، بتتكلم على صلاح محسن نجم النادي المصري، بتتكلم على واقعة الإمارات عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي، دونجا، بتتكلم على حسين الشحات ومحمد الشيبي، بتتكلم على إمام عاشور وقضية فرض الأمن، بتتكلم على احمد فتوح وقضيه التعاطي والقتل. دولت لعيبه كره قدم المفروض بنتكلم على حاله فنيه وحاله بدنيه، واللعيب ده سجل وابدع وعمل وخلى. لكن النهارده كلهم بيتصدروا الصحف والمانشيتات في موسم 24 اللي لسه ما خلصش، يا عالم الشهر ونص اللي فاضلين ايه اللي هيحصل فيهم. هل يا ترى اللي وصل نجوم كره القدم للحاله دي الاعلام، الفلوس الزياده، السن العشرينات اللي هم يعني مش عارف اقول طيش الشباب لانهم كلهم كبار وعاقلين؟ هل احنا اللي صنعنا نجوم خليناهم فوق القانون شايفين نفسهم ممكن يعملوا اي غلط، وعلشان هم في نادي كبير وخاصة اهلي وزمالك ممكن النادي وشعبيته يطلعوهم براءة؟ هل يا ترى الفلوس هي اللي بتعمل كده؟ ده السؤال اللي انا مش عارف له اجابة. انت اجابة حضرتك ايه؟